انت فين يا مريم؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ انا لا فكرت ولا اتنيلت. ردي عليا حالا، انت فين؟ مش مهم مكاني فين، المهم وصلت القرار. انت بتعملي كده ليه يا مريم؟ ما عملتش حاجه، انا بقول لك رغبتي. ايه بقى رغبتك؟ رغبتك انك تطلقي؟ ان احنا نخلص حكايه لسه اصلا ما ابتدتش؟ الحياه من ده مبقتش تنفع ان احنا نكمل فيها. هي ابتدت يا بنتي عشان تخلص. في حاجات غلط اصلا انها تبدا. واحنا بقى جوازنا من بعض كان غلط يا مريم؟ ندمتي؟ مش مهم غلط ولا صح، كده كده اللي بينا مش هينفع نكمل فيه خلاص. هو بمزاجك انت يعني ولا ايه؟ امال ايه، غصب عني يعني؟ مريم ممكن نتقابل؟ ممكن نقعد نتكلم انا وانتي؟ حتى فهميني ايه اللي بيحصل عشان انا مش فاهم اي حاجه. لا مفيش حل. يا بنتي هو ايه اللي حصل عشان كل ده؟ عشان أنا مجنونه، انت بتعاملني كمجنونه فخلاص ما تعيش مع واحده زيي. بقول لك ايه يا مريم، ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش. انا عمري ما قلت لك انك مجنونه ولا عملتك على اساس انك مجنونه. انا كل الموضوع اني بهزر وانتي اكيد عارفه اني بهزر. اهدي يا مريم، اهدي كده وحاولي تفتكري احنا كنا عاملين ازاي قبل جوازنا. افتكري احنا كنا عاملين ازاي في الكام اسبوع اللي اتجوزنا فيهم وكنا عايشين فيهم مع بعض. هما بيقولوا شويه العسل دول لما بيخلصوا الجوازه لازم تخلص. عشان انتي غبيه، عشان غبائك اللي خلاهم يخلصوا. وعشان كده انا عايزه اريحك مني. يا ست انا مش هبقى مرتاح لو سبتيني. كل حاجه بتقول ان راحتك في اننا نبعد عن بعض. لا يا مريم، لا يا مريم، هو مش قرارك ولا بمزاجك على فكره. طيب خلاص انا قلت اللي عندي. وانا مش مقتنع. ماشي خلاص فكر، ولما تاخد قرار قولي، وانا كده كده مش هرجع في قراري. الو، انت معايا ولا ايه؟ كنت معاكي. بلاش بقى كلامك ده. انت قرارك دلوقتي انك عايزه تطلقي؟ عايزه نتطلق. حاضر يا مريم، هطلقك. وبعدين بقى يا ياسين؟ لا هو بعدين بجد يا ياسين، مش هينفع تفضل عامل في نفسك كده يا عم، اعتبرها تجربه وخلصت. تجربه ايه دي بقى اللي ما تقعدش شهرين؟ انا واحد فجاه حب، فجاه اتجوز، فجاه طلق، ولا عارف سبب للي بيحصل ده ولا عارف اتعايش معاه. لازم تتعايش معاه يا ياسين عشان هو حصل خلاص. وبعدين انا مش عايزك تسيب نفسك لحبسه البيت دي، احنا ما صدقنا خرجناك من الجو ده. لا ما هو انت لازم كمان تنزل وتشوف ناس، ارمي نفسك في شغلك عشان تنسى. انا مش هعرف انسى يا نوال، طول ما انا حاسس ان الصفحه ما اتقفلتش مش هعرف انسى. فهتفضل حاطط ايدك على خدك ومستني الصفحه تتقفل لوحدها؟ منطق غريب جدا يا ياسين. امال انت عايز نعمل ايه يعني؟ يا سيدي ارجع شغلك، بلاش شغلك، اخرج، سافر، تعال اقعد معايا في الصيدليه، اعمل اي حاجه جديده. لكن الحبسه بين 4 حيطان دي انت هتتجنن كده. وبعدين بقى خد بالك، قعده ال4 حيطان دي مش بتحل اي حاجه، دي بتزودها اكتر. ربنا يسهل.